السلام عليكم يا شباب. النهارده ان شاء الله تبقى تالت حصه في الكورس. هنكمل مع بعض بايثون فور بيجنرز. انا بس عايزه كمقدمه، كنت قايله لكم ان هو احنا هنبدا بالحصص الاضافيه او في اضافات زياده على الكورس انا كنت ناويه اعملها. فانا حابه اقول لكم ثلاث مواضيع، هو في مواضيع اكتر بس دول ثلاثه يعني اللي شايفاهم اكتر حاجه. أم، يعني اعتقد ممكن تكونوا متحمسين عليها، وممكن عايزاكم تختاروا موضوع من المواضيع دي ونبدأ إن إحنا نتكلم عليها يعني، أو أعمل لكم حصة ليها يعني لو حد حابب يحضر. هي ولا هيبقى لازم حضور فيها ولا تعتبر جزء من المنهج أصلا، بس هي مجرد إضافة يعني لو حد حابب يحضر. تمام. طيب، أول موضوع معانا وهو إزاي نقدر إن إحنا نستعمل شات جي بي تي في إننا نعمل كود. تاني حاجة ايه هو اصلا ال AI، وايه هو اللي هو artificial intelligence الذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج، وازاي نقدر ان احنا نستعمل بايثون في المجالين دول. تمام، وهنستعمل مع بعض وهنجرب ان احنا ندرب AI مع بعض وكده في حصة يعني، هنشوف هتاخد منا وقت قد ايه. وتالت موضوع هو ازاي نقدر ان احنا نعمل العاب ببايثون، نعمل العاب ونلعب بيها يعني، بقى مش العاب اللي هو زي اعمل قصة وحط حاجات وبعد كده يطلع لك القصة بالحاجات اللي انت دخلتها. لا، هنعمل لعبة فعلا مثلا زي لعبة بينج بونج وحاجات زي كده بيوزر انترفيس، وهتبقى جميلة يعني. فدي الثلاث موضوعات اللي انا كنت ناوية يعني، او الثلاث موضوعات اللي انا شايفاهم ممكن يجذبوا انتباهكم يعني، ممكن نبدأ ان احنا نعمل حصص عنهم يعني. ففي اخر الحصة دي ان شاء الله هجيب السلايد دي تاني وهقول لكم المواضيع دي تاني، وهفتح لكم يعني مجال انكم نتكلم في الموضوع وتختاروا حاجه، بس هتكون اضافه يعني، اللي عايز يحضر المناقشه دي في الاخر يحضرها، واللي مش عايز يحضرها ممكن ما يحضرهاش، مفيش مشكله. تمام، بس حبيت ابدا واقولها لكم يعني عشان تبقوا متحمسين لاخر حصه. طيب، تاني حاجه وهي اللي احنا دايما بنبدا بيها، الاقتباس عن الموضوع الكودينج. The computer is incredibly fast, accurate and stupid. Man is incredibly slow, inaccurate and brilliant. The marriage of the two is a force beyond calculation. يعني ايه؟ الكمبيوتر سريع جدا، لو انا اديته اي عمليه حسابيه هيعملها سريعه جدا، وهيعملها بدقه عاليه جدا، بس هو غبي مش هيفهم غير لما اكتبها له بطريقه مفصله. والبني ادم المان اللي هو احنا بني ادمين، احنا بطء، هياخد منا وقت ان احنا نحل مسألة، وممكن نحلها بدقة مش عالية. تمام، بس احنا اذكياء نقدر نفهم ان هو انت عايز نعمل كذا وكذا. فاحنا لما نجمع الاتنين مع بعض عن طريق ان انا اقدر اعمل لغة الكمبيوتر يفهمها، وفعلا اقدر ان انا اوصل له الحاجة اللي انا عايزاها، واستغل الكمبيوتر في انه يطلع لي حاجة بسرعة وبدقة عالية. فبيحصل يعني ايه؟ يعني بيحصل نتيجة رهيبة يعني. ده الملخص بتاع الكودنج عامة، ان انا بتعلم ازاي اقدر ان انا اخلي الكمبيوتر، او ان انا اخلي الكمبيوتر يفهمني ويعمل لي حاجات مش لازم انا اشغل مخي فيها. طيب، انا زي ما قلت لكم، في ناس لسه ما كانتش حاضره ساعتها، ان المنهج انا بدات بقى فصلته وعايزه اقول لكم احنا خلصنا فين لحد دلوقتي وناقصنا قد ايه. تمام. طيب، اول حاجه احنا موضوع الفاريبلز اند داتا تايب، احنا خلصنا النوميريكال داتا والتكست داتا والبوليان داتا، اللي هو هنا الارقام وهنا التكست الحروف وهنا البوليان ترو اور فولس. تمام، وعرفنا ازاي نقدر ان احنا نتعامل معاهم، ازاي نقدر نعمل اوبريشنز عليهم، ازاي نقدر ان احنا نطلع حاجه منهم وكده، وازاي ممكن نحطهم في حاجه اسمها ليست وتيوبلز. تمام، وخدنا كمان اري، بس هو مش محطوط هنا عشان اري ده يعتبر في حته جزء تاني من المنهج. النهارده احنا هناخد حاجه اسمها سيتس وديكشنري. الاثنين دول سهلين جدا، احنا نكون قفلنا اول جزء خالص من اللي هو فاريبل والداتا تايب، وهنعمل عليهم كام عمليه برضو، وهنعرف ازاي نقدر ان احنا نستعملهم بطرق مختلفه. وهنعمل زي مراجعه كده الاختلاف بين كل دول، الاختلاف بينهم كلهم، عشان هما ممكن فعلا يلخبطوا، وهنراجع دول بنستعملهم امتى ودول بنستعملهم. بعد كده هنبدا بقى في الشغل الجد ده بقى، هنا هتبدا الاساينمنتات او الواجبات تبقى يعني نشغل فيها مخنا قوي. الكنترول فلو. في حد دخل؟ مم. تمام. يبقى زي ما قلت احنا الفاريبل، خدنا الفاريبلز والداتا تايبس، خدنا النيوميريكال والتكست والبوليان داتا والليست والتيوبلز. النهارده هناخد السيتس والديكشنري. وبعد كده الكنترول فلو. ده ايه بقى الكنترول فلو؟ اللي هو انا دلوقتي احنا هناخد برضو منه جزء النهارده، احنا هناخد دول كده، هناخد السيت والديكشنريز والكومباريزون اوبريتورز، اللي هو زائد يعني مش زائد قصدي، اللي هو يساوي او اكبر من او اصغر من، وهنعرف احنا بناخدهم كده كبدايه عشان الحصه الجايه هناخد الاثنين دول.
هناخد if statement و while loop. دول عباره عن لوب او حاجه بتقعد تكرر نفسها كتير، هنشرحها ساعتها يعني. بعد كده عندنا الكلاسز والفانكشنز، تمام. ودول هيبقوا متعلقين عشان اوريكم متعلقين بايه. متعلقين بحاجه اسمها موديولز وباكجز ولايبريز. بصوا انا كده كده الكلام ده كله انا هبعته لكم والبي دي اف، ممكن تبصوا عليه بصه وتشوفوا المنهج اللي انا هشرحه. انت المفروض انك تبقى اللي انت تبقى قادر تعمله بعد ما نخلص الكورس، انك تبقى فاهم كل الكلام ده، تبقى قادر تبقى فاهم يعني ايه فاريبل، ويعني ايه ده، ايه انواع الداتا او البيانات اللي احنا ممكن نستعملها في بايثون. بعد كده تبقى فاهم ازاي احنا بعد ما احنا عرفناهم وفهمناهم وعرفنا الحاجات اللي احنا ممكن نطبقها عليهم، ازاي نقدر ان احنا نستعملهم بقى في حاجات اكبر. ما هو انا مش بس مجرد ان انا هلعب بداتا انا عاملاها، لا، ده انا في داتا هتجيلي من بره واقدر ان انا استعملها. فهنبدا ان احنا نستعمل اف ووايل، نبدا ان احنا نعمل فانكشن وكلاسز، تمام. هنبدا ان احنا ديباجنج وايرور هاندلنج. انا دلوقتي لو انا عايزه، انا عماله اكتب كود 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 كود، ومش عايزه فجاه الاقي ان انا كتبت كتير قوي 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 ويطلع لي في الاخر كود ايرور فيبوظ لي، هحتاج ان انا اكتب كل حاجه من الاول. فهنلاقي نفسنا بنعمل حاجه اسمها بريك بوينتس والتراي واكسبت بلوك، هنعرفها ساعتها، وهيبقى بجد الموضوع جزء هيبقى مهم يعني. وانا حطاه، هو المفروض كان هيبقى اخر حاجه، بس انا حطيته عشان لما نيجي نبقى نعمل الموديولز والباكجز والسترينج مانيبيوليشن، والجزء ده اهم جزء واكتر جزء هيبقى ممتع فعلا، وهيبقى هتحسوا داخل شويه في مرحله متطوره. بس طبعا انتوا على وقت ما نوصل له هتبقوا مستواكم واصل للموضوع ده، مش بديكوا زي ازيد من المستوى يعني، من شخص مش عارف حاجه عن اللغه يعني. فهنحتاج ان احنا نبقى عارفينهم عشان لما نشتغل جد ما نلاقيش نفسنا بيحصل لنا ايرور وبنحتاج ان احنا نكتب حاجات، بنعيد كتابه حاجات كتير، عشان احنا دلوقتي بنكتب حاجات قليله، او اسطر قليله 5 6 مثلا 15. بعد كده هنلاقي نفسنا بنكتب كتير قوي. فاحنا ازاي نهندل ونبقى مظبطين الدنيا انه احنا نفهمها لو بصينا عليها وما يحصلش ايرور ونمنع انه يحصل خطا يعني، تمام. بعد كده الموديول والباكجز زي نمباي، كذا حد سالني عنها، ازاي احمل مش عارفه ايه، هنعرف ازاي نحمل. في حاجات انا مش هشرحها في الحصه، بس انا هبعت لكم فيديوهات وانا بشرحها. يعني مثلا زي ازاي اقدر ان انا احمل اصلا فيجوال ستوديو، عشان انا هبقى ابعتها لكم قبل الحصه بكام يوم تحملوا لي الفيجوال ستوديو. ده برنامج، بصوا احنا كل ده دلوقتي بنستعمل منصه اللي هي ترينكت، تمام. بكتب عليها الكود ببلاش، ومنصه من غير ما احمل اي حاجه. في بقى احنا هنحتاج، عشان اصل المنصه دي لا يمكن الاعتماد عليها بعد كده، احنا محتاجين بعد كده ان احنا نحمل كود اديتور، اللي هو بيساعدنا ان احنا مكان بنكتب فيه الكود بتاع بايثون. وهعلمكم ازاي تستعملوه وازاي تحملوا لغه بايثون اصلا، وازاي ان احنا نحمل حاجات من عليه ونستعملها مش بتكون موجوده في اللغه اللي هي الموديولز والباكجز وكده. بعد كده هناخد حاجه اسمها string manipulation، اللي هو slicing formatting searching، اللي هو انا خدت حاجه من على النت مثلا، بيانات كتير، خدت مقاله مثلا، فانا عايزه اقسمها، عايزه اخليها بفورمات مختلف. بصوا وقتها هنفهمها. ده الجزء بقى اللي هو شويه حلو وفعلا تكون دخلنا في الجد. الفايل هاندلنج، ازاي اقدر ان انا احمل فايل، وان انا ببايثون اقدر ان انا اقراه، وان انا اغير فيه، وان انا هاندل الاكسبشنز اللي ممكن تقابلني فيه. هنشرح يعني ايه اكسبشن ساعتها. وبعد كده فايل والدايركتوري اوبريشنز، ازاي نقدر ان انا انافيجيت اللي هو انا اروح من جزء فيها لجزء تاني، او اتلاعب فيها. ده هنا حاجه موديول تاني او اس، زي اللي هو اللي احنا كنا استعملناه قبل كده النمباي عشان نعمل الاري وكده. وازاي نقدر ان انا اعمل فايل اصلا جديد لوحدي، او اغير الاسم فيه، او اغير مكانه. كل ده وقتها هنفهمها، وهنبدا هنخلص باخر حاجه اللي احنا هنبدا فيها المستوى اللي بعد كده، واللي هي الاوبجكت اورينتد بروجرامينج. وده جزء كبير جدا جدا. لو انتوا داخلين في جامعات مصر في حاسبات ومعلومات، 70% من المنهج ده، 70% من منهج الاو او بي، تمام. مجرد كان كلام سريع، بصوا ممكن تتلخبطوا من كلامي، بس انتوا لو انا بعت لكم البي دي اف وبصيتوا عليه بصه هتفهموه. لو انتوا مجرد انكم بحثتوا بس عن العناوين هتفهموها اكتر يعني، حتى من قبل ما انا اتكلم عليه. ان شاء الله لما اتكلم عليها هتبقى بالتفصيل اكتر. طيب في الحصه النهارده زي ما قلت، مجرد ان انا بس هقول لكم الاول الحصه هتبقى بتتكلم على ايه، بعد كده هبدا اشرح لكم. بالنسبه للاكسرسايز انا عملته، بس ناقص فيه حته صغيره بس هكتبها وهبعتها لكم ان شاء الله يعني بعد ساعه من بعد ما الحصه تخلص. حلوه في اي وقت، هو مش لازم انكم تحلوه على فكره، ومش لا يعد يعني مش بقياس للالتزام، واهم حاجه عندي الاساينمنت. بس حلوه عشان
انتوا هتستفيدوا، عشان هتلاقوا في تريكات انتوا بتقعوا منها انا شرحتها، بس كتطبيق اللي هو انا مش محتاجه اراجع على الحصه، او انا خلاص انا كده فهمت 100%. ماشي، فحلو. والاسئله اللي تقف معاكم زي ما قلت انا هصور فيديو وانا بحله، وهقول لكم كل حاجه حليناها ليه. ولو انتوا برضو ما فهمتوش تقدروا تبعتوا لي سكرين شوت واقول لكم. بعد كده هننتهي بالاساينمنت اللي انا قلت لكم هيبقى فيه لينا مناقشه معايا. طيب النهارده زي ما قلت احنا هناخد الديكشنريز والسيتس. دول حاجه شبه الليست كده والاري، اللي هو بخزن بخزن بيانات كتير في حاجه واحده او في متغير واحد. تمام. فايه هي السيتس وايه هي الديكشنريز هنعرف مع بعض. تمام. هناخد كده زي ما قلت السيتس والديكشنري، وهناخد مراجعه كده على السريع ايه هي اصلا نراجع ايه الليست وايه الاري وايه التيوبلز وايه السيتس وايه الديكشنري. خلي بالكم احنا اهو خدنا 1 2 3 4 5 خمس انواع متغيرات مختلفه. تمام، او 5 انواع بيانات مختلفه، وكل واحد ليها التطبيقات بتاعتها، وكل واحد مختلفه عن غيرها في حاجات معينه. فاحنا هنبدا ان احنا نشوف مراجعه للكلام ده كله. تمام. هنبدا باول حاجه وهي السيتس. تمام. طيب ايه هي الست؟ انا دلوقتي لو انا عايزه اعمل لا ده تخيل اهو ست. ماشي. تمام. انا لو عايزه اعمل دلوقتي اخزن حاجات، وانا مش مهتمه البيانات اللي انا هخزنها دي انها، انا مش مهتمه انها تكون مترتبه اي حاجه، انا مش فارق معايا الترتيب بتاعها. بس اللي انا عايزاه اساسي انها ما تكونش بالقرار. يعني انا مثلا دلوقتي عملت استبيان مثلا، وقلت للكل، كل واحد او الاستبيان كان فيه سؤال اللي هو قولوا لي مثلا المجالات اللي انتوا عايزيني اعمل عليها كورسات مثلا. ومثلا 5 قالوا مثلا حاسبات ومعلومات، او 5 قالوا مثلا ذكاء صناعي، 5 قالوا مثلا علم البيانات، 5 قالوا مش عارفه انجليزي، حاجات ملهاش دعوه ببعض. انا مش عايزه اسم المجال يكون متكرر 5 مرات مثلا، انا عايزه بس الافكار. فانا عايزه الحاجه تكون جايه لي مره واحده بس. يعني مثلا تعالوا اعملها لكم مثلا. انا دلوقتي سالت البيت انتوا عايزين تاكلوا فواكه ايه مثلا، انتوا عايزين نشتري فواكه ايه، ادوني اقتراحات مثلا. فاول عيل مثلا من اولادي قال لي انا عايز تفاح والله، عايز ابل. طيب مثلا بعد كده العيل التاني قال انا عايز والله موز بنانا. طيب العيل التاني قال انا عايز كيوي. طيب العيل التالت الرابع مثلا قال انا عايز تفاح برضه. طيب هل انا هستفيد بالمعلومات لو انا كتبتها مثلا في ورقه وانا نازله؟ والله فلان قال عايز تفاح، وفلان قال عايز موز، وفلان قال عايز كيوي، وفلان قال عايز تفاح. لا، انا مجرد ان انا هكتب تفاح وموز وكيوي. يعني انا لو جيت هنا برنت ست، هيطلع لي بس الحاجات اللي موجوده مره واحده، مش هينزل لي مش بيشيل الحاجات المتكرره، عشان هو هنا معموله عشان يعني بص هقول لكم. We use them when we want to store data with no specific order and want to ensure uniqueness. يعني ايه؟ انا لما ابقى عايزه اخزن بيانات من غير ترتيب معين، انا مش فارق معايا الترتيب خالص. تمام. يعني هو هنا لو يعني هوريكم حاجه بعد شويه هتوضح لنا ازاي دول مش مترتبين. تمام. انا مش عايزاها بترتيب معين، بس انا عايزه اتاكد ان الحاجات دي كل حاجه من البيانات اللي انا حطاها دي هتكون فريده من نوعها، يعني مش متكرره تاني، مش متكرره مرتين، تكون موجوده مره واحده. فده معنى دي استخدام الست كله، ان انا بستعملها ان انا بخزن فيها الحاجات، ولما حتى لو الحاجات متكرره بتطلع لي مره واحده. يعني انا عندي هنا ابل وهنا ابل، لا طلعت لي مره واحده ابل، وطلعت لي بنانا، وطلعت لي كيوي. هل الجزء ده مفهوم؟ هل في حد مش فاهم؟ ايوه الحصه اللي فاتت اخدنا الاري والليست. تمام. ماشي. اللي عنده سؤال بس يبعت رساله وانا هفتح اشوف. طيب ايه الفرق بينها وبين الليست؟ طيب دلوقتي مثلا اعمل ليست وحطيت هنا ابل. تمام. حطيت تفاح عادي، هنحط نفس الحاجات اللي هنا بالظبط، كوبي بيست. تمام. وهنعمل برنت لده وبرنت لده، برنت للست وبرنت للليست. ايه الفرق؟
هنلاقي ان الليست هو هنا، بصوا الترتيب اختلف ازاي. بدأ لي ببنانا، وبعدين حط لي كيوي، بعدين حط لي ابل. وانا اصلا المره اللي فاتت لما انا جيت طبعتها كان طلع لي، لا بتطلع لي ابل وبنانا وكيوي، هنا طلع لي بترتيب مختلف خالص. هو هنا مش فارق معايا الترتيب اساسا. بعد كده الليست لما انا جيت طلعتها طلع لي عادي، طلعها لي وهي متكرره، طلع لي ابل وابل وبنانا وكيوي عادي، وطلعهم لي بالترتيب اللي انا عايزاه. ليه؟ هنلاقي لو انا جيت مثلا عملت الست مثلا، انا عايزاه يطلع لي اول حاجه انا احطها في الست، وعملت له كده وعملت له دي، وجيت في الليست وعايزاه يطلع لي اول حاجه. تمام. المفروض يطلع لي ابل وابل. لا، ليه ما ينفعش؟ عشان الست انا مفيش ترتيب، فانا ابل هنا ما مش الاندكس بتاعها زيرو، هي مش الرقم بتاعها زيرو، هي ممكن تتغير في اي وقت. يعني انا لو عملت برنت تاني، شلت ده شلت ده، يعني هتطلع لي ست تاني، طلعها لي دلوقتي ابل كيوي بنانا. استنى خلينا اعملها لكم حاجه تانية، مثلا ايجز السنه. تمام. بعد كده عملتها ست. تمام. 0 1 2. تمام. عملت برنت ايجز، مش هيطلع لي دايما بالترتيب، هيطلع لي اول مره 0 1 2 0 1 2. المهم يعني انتوا فهمتوها من اخر مره، اللي هي من وقت هنا. مش راضيه بقى. اللي هو لما عملتها ابل وبنانا وكيوي بدا ان هو يختلف الاوردر بتاعها. يعني مش شرط يبقى واحد، هو واحد بس. مش شرط دايما لو انا حطيته الابل اول حاجه فهي تنزل اول حاجه دايما، مش بتكون كده. وغير كده الفرق بينها وبين الليست ان انا عندي الست في حاجات مختلفه انا ممكن اعملها فيها غير اللي موجوده في الليست. يعني مثلا تعالوا نبص اوريكم مقارنه حلوه. عندنا هنا ست وحاطه فيها انا حاطه فيها، هنخليها ارقام عشان هنضرب عمليات حسابيه. مثلا عندي 66 50 99، وهنحط 70 كمان. لا، عايزه احط 50 كمان، عايزين نقرر بس عشان اثبت لكم انها بتختلف. بعد كده عندي ليست. الليست حاطه فيها ممكن نخليها نفس الارقام. ماشي ماشي. طيب بعد كده انا جيت هنا وعايزه اعمل ست زائد ست، عايزه اضيفهم الاثنين على بعض. ونزلت عملت، عايزه برضو الليست زائد الليست. ايه اللي هيحصل؟ ايرور. لاني ولا ينفع هنا زي ما قلت، هم مش بينزل دايما بنفس الترتيب. يعني ممكن هنا مره تكون اول رقم 66 وتاني مره تبقى اول رقم 50، مش بيبقى نفس الترتيب، فمش بعرف ان انا اعمل عمليه حسابيه. عشان كل ما اجي اعمل عمليه حسابيه مش هتطلع نفس الحاجه. هو بيقول لك unsupported operand type for set وست. الست دي ما ينفعش ان انا اعمل لها بلس، بس هنلاقي احنا ممكن ازاي نضيفهم مع بعض. طيب لو انا شلتها بالنسبه للليست، لو انا اضفتهم على بعض هم مش هيعمل لي عمليه حسابيه، بس هم هيزودهم لي مع بعض، يخليهم 66 50 99 50 66 66 50 99 50. طب انهي داتا تايب كان ينفع ان انا اعمله زائد وفعلا يضمهم لي على بعض؟ الاري. لو جيت وعملت array import numpy as mb، وجيت عملت array. تمام. عملت اهو numpy array، وبعد كده حطيت الليست مثلا، وبعد كده جيت هنا وعملت print array زائد array، هيطلع لي هيعمل لي عمليه حسابيه. هيبقوا 3 برضه، يبقوا 4 برضه، بس عامل لي عمليه حسابيه. 50 و50 اهو، يعني 66 زائد 66 132، 50 و50 100، 99 99 198، 50 و50 100. انما تحت في الليست انا مجرد ان انا ضفتهم. كل الكلام ده هنراجع عليه تاني في الاخر لما اقول لكم ايه الاختلاف بين كل نوع من الداتا. ماشي. الاختلاف بين كل نوع من البيانات. بس لحد دلوقتي الست مجرد الفكره بتاعتها انا لسه ولا قلت لكم ايه اللي احنا ممكن نعمله بيها، وانها هي نوع جديد من البيانات فليها ميثودز بتاعتها. وهنعرف يعني ايه ميثودز، اللي هو عمليات حسابيه ممكن نعملها عليها، او ان انا ممكن اضيف او اشيل. نخلي بالنا احنا كان عندنا واحده من الداتا تايبس ما كانش ينفع ان احنا نشيل منها حاجه، اللي هي التيوبلز. اللي هي بصوا مثلا تي ايكوال كده، وعملت مثلا 99 0 80، وجيت ان انا مثلا افكر ان انا اضيف فيها حاجه، print مثلا t بلس
اي حاجه اي حاجه مثلا بلس 9 تاني الايرور. ما اقدرش ان انا ازود حاجه اساسا. نوت ليست. تمام. ما اقدرش ان انا ازود عليها اي حاجه عشان هي اول ما بدخل البيانات ما اقدرش ان انا اصلا اغير فيها ولا ازود فيها ولا اشيل منها ولا اتلاعب بيها اساسا. ده بالنسبه للتيوبز. زي ما قلت هنراجع على كله. بس هل جزء الست وصل؟ يعني ملخص الست لحد دلوقتي انا بعمل حاجه اسمها ست، بخزن فيها بيانات، والبيانات لو هي متكرره بينزلها لي من غير التكرير، بيشيل الحاجات اللي متكرره فيها، زائد ان هو لما بتيجي تطبع او لما بتيجي تطلع لي في الاوتبوت ما بتكونش بترتيب معين. فبسبب انها ما عندهاش ترتيب معين لا اقدر ان انا اعمل عليها عمليات حسابيه زي الزائد والناقص والكلام ده، ولا الملتبلاي ولا اي حاجه، ما اقدرش اعمل عليها عمليات حسابيه. بس انا بستعملها لمجرد ان انا مش فارق معايا الترتيب، بس فارق معايا ان الحاجه ما تكونش متكرره اكتر من مره. فاهمين الحته دي؟ ملهاش لا. احنا براحتنا، احنا بنخزنها في اي فاريبل. انا ممكن اعمل الليست اهو، ممكن اعمل اس ايكوال واعمل ليست اهو، اعملها مثلا اهو 7 6 مش عارفه كام 0 او ليست اي حاجه، ممكن اسميها اي حاجه، ممكن اسميها اس، ممكن اسميها ليست، ممكن اي حاجه عادي، لا براحتي يعني. ومجرد ان انا حطيت سكوير براكتس او اللي هي اقواس مربعه كده بقت ليست. يعني هقول لكم برضو الحته دي، هبعت لكم برضو سكرين شوت قايله الفرق فيه. م. تمام تمام، حلو جدا جدا. هنبدا بقى التلاعب بالست. اولا انا قلت لكم الطريقه اللي احنا نقدر نعمل بيها الست. بصوا عشان ما تلخبطوش، انا عامله اي ايكوال وهعملها ست. ازاي؟ عندي طريقتين. اول طريقه وان انا بعمل اللي هو الاقواس، تعالى خليكم اكبر لكم. ان انا بعمل الاقواس دي، لا هو بيطلع لي ايرور. ان انا بعمل القوس ده اللي هو بيكون شكله شيك كده. تمام. وبخزن فيه اي حاجه، مثلا عايزه 9، عايزه احط ابل، عايزه احط مريم، عايزه اي حاجه بعملها اي حاجه عادي. مريم ماشي. وممكن في طريقه تانية، يا اما بعمل مثلا ممكن دي بقى، بلاش عشان متلخبطوش، اف مثلا، واعملها بقى ست، افتح قوسين. تمام. طب دي ايه فايدتها؟ ان انا بفتح قوسين بعدين ازود الحاجه، مش بعمل كده بزود مثلا 8 9 0 مثلا، ولما نطبعهم او سنة عشان أأكد لكم انها ست، هنحط هنا 9 تاني وهنحط هنا 8 تاني، ولما نيجي نطبعهم اي وبرنت اف، الحاجات اللي متكرره مش هتبقى نازله متكرره، هتبقى 9 قبل مريم 8 9 0. ما زودش ال8 زياده ولا زود ال9 زياده. يعني انا هنا مخزنه 4 حاجات، هنا طالع لي 3 بس عشان في هنا ال9 متكرره، هنا في 8 متكرره. تمام. طيب ده بالنسبه اللي هو ازاي اقدر ان انا اعملها. طيب انا عرفت ازاي ان انا اقدر اعملها. طيب نيجي بقى في الميثودز. ايه الميثودز اللي انا ممكن اعملها؟ ازاي ممكن ازود او اشيل حاجات منها؟ ازاي بقى؟ عندي دلوقتي اقدر ان انا اعمل مثلا الايه اهي تاني. ماشي، خليها ارقام وحروف. 8 أبل. حلو أوي، سهل. ماشي، اعمل كده. بعد كده اجي هنا انا عايز ازود، بعمل print. ماشي، print I dot add. وقبل ما اعمل برنت، مش لازم اخليها برنت، ممكن اعملها الاول يعني بزود عليها الحاجه. بعمل add، بفتح، انا عايز ازود عليها ايه مثلا؟ عايز ازود عليها مريم. مريم، اعمل برنت اي. ايه اللي المفروض يطلع؟ طب لو انا عملتها برنت من قبل ما اعمل لها ابديت واحط لها الحاجات الزياده اللي هو ازود عليها اصلا، يبقى هنا بصوا، انا اول ما جيت اخزن عليها البيانات خزنت ان الاي 9 8 8 قبل، وعشان هي في ست فلو في حاجه متكرره هيشيلها كانها مش موجوده، هيخليها موجوده مره واحده بس. طيب
لو انا عايزه اضيف عليها حاجه هعمل اي دوت اد، بنحط الدوت بعد كده الاد وبنفتح قوسين، وفين في جوه القوسين بحط اي حاجه انا عايزاها. ان شاء الله انا عايزه احط رقم مثلا، انا عايزه احط كمان 100، زود لي 100 بشغلها اهو، بيحط لي 8 9 100 وقبل. تمام ماشي. طيب لو انا عايزه اشيل، هل هستعمل الفانكشن بتاع ديليت او اللي هو اعمل كده ديل اي مش عارفه واكتب الحاجه؟ لا مش هعملها هنا. انا هنا برضو هدوس اعمل ميثود دوت ريموف، وافتح هنا مثلا انا عايزه اشيل 8، شالها لي خالص، مع اني حطها مرتين كان ممكن يشيل 8 واحده منهم، لا هو شالها لي كلها عشان هو شايف التمانيتين اللي انت حاططهم له كانها 8 واحده، فهم شالها خالص، فبقى عندنا 9 وقبل. تمام، ده في جزء الميثودز. هل حد واقفه فيه حاجه؟ عشان احنا هنبدا بعد كده في حاجه تانية مختلفه، بس هي في الست يعني الجزء ده، ان انا اقدر ان انا ازود واقدر ان انا اشيل. هو طبعا في حاجات اكتر بكتير انا ممكن اعملها. احنا لو دخلنا على جوجل وكتبنا بايثون set document هيقول لك كل الميثودز اللي انا ممكن اعملها. ميثودز عندك اهو اد، عندك كوبي، عندك ديسكارد، عندك الديفرنس ابديت، في حاجات كتير جدا. انت المفروض انا لما بديك حاجه انت بتاخدها كعنوان وتبدا انك انت تدور عنها في الدوكيومنتيشن. انا ان شاء الله برضو ناويه النهارده هبعت لكم كل الدوكيومنتيشنز او الحاجات. هحاول يعني، انا على فكره على يوتيوب انا لما ببعت الفيديو ببقى حاطه في الوصف تحت كل حاجات اتكلمتها مصادر زياده. وهتلاقوا ان انا اصلا في اخر فيديو كنت مزوده مصدر اللي هو عايزه اوريه لكم، كان فين اهو ملخص وظايف. بصوا ملخص كل الدروس، بس ملخصها بترتيب مش حلو قوي يعني، ممكن يتوه. بصوا وملخصها يعني هنا حاطط لك الفاريبلز كلها. يعني بصوا عايزه اقرب لكم، بصوا هنا حاطط لكم الفاريبلز كلها. انا هبعت لكم اللينك ده برضو على جروب تليجرام دلوقتي. حاطط لكم الفاريبلز، ازاي نعمل برنت، ازاي نخزن متغير، وازاي ازاي ممكن نعمل لهم بلس. بعد كده قايل لك تحت الليست ازاي اقدر ان انا اعمل ليست، تمام، وازاي ان انا اطلع حاجه من الليست، وان هو زيرو يعني هيطلع كذا، وزي مش عارفه ايه، وممكن ازاي ازود حاجات جوه الليست، مش عارفه ازاي ممكن تعمل ايه وايه. فده كان جميل جدا برضو مزوداه، وببقى مزوده يعني مصادر زياده في وصف الفيديو. ماشي. طب احنا وقفنا فين؟ قلت لك ان في ريموف وفي اد وفي حاجات تانية انت ممكن تعرفها كمان اول ما تبص بص يعني، على لو انت لو دورت على الموضوع. فين انا عايزه. طيب هل في حد في الجزء ده عنده اي سؤال، اي كلام في الجزء ده؟ ارفعوا ايديكم طيب وانا هشغل لكم مايك. صح. الصوت بيقطع طيب. صوت بيقطع. طيب طيب لحظه اقفل المايك وافتحه تاني. كده حلو. طيب 6 3 من ناحيه نوع البيانات، ايوه هي نوع من بيانات جديد لوحده. ازاي نعرف ان في نوع بيانات جديد؟ لما نلاقي ان احنا في حاجات نقدر ان احنا نعملها عليه وفي حاجات ان احنا ما نقدرش نعمل عليها. هقول لكم حاجه، انا عشان اعرف اي بيانات قدامي نوعها ايه هعمل ايه؟ بس اعمل فانكشن اسمه تايب، بدخل هنا اي برنت بقى، يطلع لي يقول لي ده نوعه ايه. ايه التايب بتاع اي ده اللي انا هي المفروض تطلع لي ست كلاس ست. طيب لو انا عاملاها عاملاها مثلا اي لا عاملاها مثلا كي ايكوال وعاملاها سترينج قبل مثلا، وقلت لي طلع لي تايب كي مثلا، المفروض يطلع لي سترينج اهو. طيب لو انا عاملاها ليست، عاملاها ليست، عاملاها اهو، عاملاها مثلا 0 9 8 اوكي برضه المفروض يطلع لي ليست. ايه ده؟ ماشي، المفروض يطلع لي ليست. هو هكذا يعني، هو بيقول لك اساسا، بيقول لك هو انتوا متأكدين؟ عشان السماعات اللي انا لابساها عمالة تطلع صوت، يعني انا حاسة انها بتقطع فعلا.
طب اي وقت صوتي قطع ابعتولي. تمام. طيب احنا كده خلصنا الميثودز. انا قلت لكم مثالين بس، وزي ما قلت في الحصص الاضافيه احنا هنطبق، وكل ما نطبق هنلاقي نفسنا بنستعمل حاجات زياده، مجرد ان انا عايزه اديكم ااكد لكم معلومه انها فعلا داتا تايب لوحدها. تمام. طيب احنا كده خلصنا الميثودز. هبدا في حاجه اسمها، انا دلوقتي لو بصوا خلينا بقى نشتغل جد بقى. انا عندي مثلا ages، انا عندي ages، وحاطه في الايجز دي انا عندي الاعمار، مثلا الناس اللي مقدمه معايا عملت استبيان والناس قعدت ترد عليا ويقولوا لي السن بتاعهم، وانا عايزه اعرف كل الناس، يعني عندي فضول اعرف الناس اللي بتحضر مثلا الدوره مثلا. ففي ناس قالت لي انا عندي 16، في ناس قالت انا عندي 34، في ناس قالت انا عندي 23، في ناس قالت انا عندي 23 برضو، في حد تاني، وفي حد يعني في عندي كم، هو عندي مثلا 3 بيحضروا عندهم 16، او 3 بيحضروا عندهم 13. تمام. او يعني 2 بيحضروا عندهم 13. تمام. بس فانا ليه هنا استعملت او خزنتهم في داتا تايب اسمها ست، بسبب ان انا مش عايزه الرقم يتكرر كتير، انا مجرد عايزه بس عندي فضول اعرف الاعمار عامه كام، بس مش عايزه اعرف كام واحد عنده الرقم او عنده العمر ده مثلا. فانا عندي دلوقتي بسأل مثلا، في حد جه يسألني طب ايه ده، هو انت بتدي لحد اكبر مثلا من 34؟ طيب اقول له طيب استنى اشوف. طيب فبعمل ايه؟ برنت مثلا 35 ان فروت، ان فروت ان ايج، يعني قول لي ان هنا لو في رقم 35 في ايجز، فولس مفيش. طيب في 16، جيت هنا مثلا عملت 16، هل في 16 في الست اللي انا عاملاها؟ ده في، بيقول لي ترو. طيب مثلا قول له رقم اي حاجه. طب في 80 مثلا؟ فولس مفيش 80. طيب في 34؟ طيب عادي فيه. تمام، فاهمين الحته دي؟ ده بالنسبه، ده كان جزء زياده اللي هو انا بعرف الحاجه موجوده عندي في الست ولا لا، بكتبها هنا، وبعد كده بستعمل حاجه اسمها ان، وبعد كده بحط المتغير اللي انا مخزنه فيه الست اساسا. يعني انا عملت هنا فواكه، وخزنت مثلا تاني تفاح، ومثلا خلاص خلينا نجرب كمثرى، بعدين عملت موز. تمام. طيب وقلت له قول لي لو موجود كيوي في اللي هي ان فروتس، في المتغير اللي اسمه فروت، هل موجود؟ فولس، ما عنديش. تمام. فهيطلع لي اهو اول حاجه فولس، يعني انا شغلتها لوحدها تطلع لي فولس بس. تمام. الجزء الحته دي فاهمينها؟ عشان اخلصها وابدا بقى في اخر حته في الست، وهندخل في الديكشنري. الديكشنري الصراحه ممتعه مليون مره اكتر من دي، وهنلاقي ان احنا بنستعملها اكتر من دي بكتير جدا. ممتعه. انا الصراحه مش عارفه ليه ما بداتش بيها الصراحه. حد واقف مع الحته دي؟ رودانا افتح لك يعني المايك فاهمها ولا لا؟ اكتبي سؤال لو عندك سؤال. حد عنده سؤال؟ حد ما حد يقول عنده سؤال ولا لا؟ انا هبدا بس اكتب ان احنا خلصنا ايه، how to create set. عرفنا ازاي نكريت set، بعد كده عرفنا ازاي الميثود. انتوا عارفين الست ده عامله ايه؟ عارفين الالجبرا؟ مش عارفه اسمها بالعربي. الجبرا ماشي، اللي هي ارقام يعني، مش هندسه يعني، جبر. تمام. عارفين جبر؟ لما احنا بنعمل ست، اللي هو السوليوشن ست، او الناتج عامه اللي ينفع مثلا نعوضه باكس، هو ده. هنعرف دلوقتي هنفهمه او هيتاكد لنا ان هو ده لما نبدا ناخد الاوبريشنز، هنلاقي ان احنا بنعمل حاجه اسمها يونيون وانترسكشن وديفرنس. هوريها لكم دلوقتي. ماشي، احنا خدنا ستس وماشي، وعرفنا نو اف، ماشي، وخدنا ان. تمام. اللي هو لو عايزين نعرف هي الحاجه موجوده ولا لا. وهناخد دلوقتي الاوبريشنز اللي هم اليونيون
والانترسكشن والديفرنس. فهمت سؤال في الحته دي؟ تمام. طيب ايه بقى الحته دي الاوبريشنز عليها؟ هنعمل ست 1 تمام، وهنحط فيها اي حاجه هنحط مثلا، خليها ابسط حاجه 0 1 1 2. بعد كده عندنا ست 2 استنوا 3 4 5. بعد كده ست 2 عندنا 3 3 4 5 6 7 8. تمام. طيب انا عايزه اجرب اول حاجه وهي اليونيون ده اللي انا بحطهم كلهم مع بعض. يعني ايه بحطهم كلهم مع بعض؟ هنعمل برنت تمام 1 دوت يونيون. بصوا احنا عملنا ايه بقى هنا؟ احنا هنا عملنا برنت عادي جدا عشان نشوف اللي هيطلع. بعد كده عملنا حاجه اسمها set 1، اخدنا الحته دي المتغير الاولاني اللي هي set 1، وعملنا حاجه اسمها ميثود اللي هو انا بحط النقطه وبقول انا عايز يعمل ايه، زي نقطه اد، نقطه ريموف. انا عملت هنا نقطه يونيون تمام، فعملت هنا نقطه يونيون يعني اجمع لي تمام، اجمعه لي، اعمل لي الست 1 يونيون مع ست 2 تمام. فقام عملها لي ازاي؟ خلي بالك هو شال المتكرر. انا عندي هنا 0 1 2 3 4 5، وعندي في الست 2 اللي هو المفروض يجمع الارقام اللي هنا مع اللي هنا 3 4 5 6 7 8. فانا عندي متكرر هنا 3 و4 و5، فهيطبعوا لي ازاي؟ 1 2 3 4 5، عملهم لي مره واحده ما كررهم ليش مرتين، 6 7 8. 15 دقيقة وبتاع هيقفل، فأنا هبعت لكم اللينك بتاع الحص يعني بتاع المكالمة تاني، المكالمة التانية. خليني أخلص الحتة دي قبل ما يخلص ماشي. فاحنا عملنا ايه هنا؟ مجرد ان انا عملت يونيون اللي انا اضفتهم مع بعض. طيب هنجرب الانترسكشن. تمام، يقول لي المشترك بينهم فقط. ماشي، المشترك بينهم فقط. يعني انا هنا في عندي 0 1 و2 و3 و4 و5، وانا عندي 3 4 5 6 7 8. هنا مفيش 6 و7 و8، وهنا مفيش 0 و1 و2، لكن مشترك بينهم 3 و4 و5 فبيحطهم هنا تمام. طيب عندنا بعد كده الديفرنس، الفرق بينهم، ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا. ماشي، صح. ايه الفرق؟ ايه اللي موجود في ست 1 ومش موجود في ست 2؟ يعني احنا لو شقلبنا الكلام وخلينا هنا ست 2 هنا ست 1 هيطلع لي الارقام الثانيه المختلفه. يعني انا هنا عندي 0 1 و2، فايوه فعلا دي الارقام اللي موجوده هنا ومش موجوده هنا. طب لو انا عملتها ست 2 هنا، هنا ست 1، هيقول لي الارقام اللي موجوده تحت الموجوده في ست 2 ومش موجوده هنا. يعني انا المشترك بينهم 3 و4 و5، بس المختلف او اللي موجود تحت ومش موجود فوق 6 و7 و8 اهو، 6 و7 و8 تمام. فهو ده الاختلاف. هنا بيقول لك الديفرنس، واللي انت بتبدا بيه بيقول لك ايه اللي موجود فيه ومش موجود في التاني. لو انتوا بس يعني فعلا كنتوا، يعني انا مش عارفه في منكم في الجامعه اصلا وكده، ف السماعات بتطلع صوت غريب، مش عارفه صوت واضح ولا بيقطع. ماشي، ف اللي فيكم لسه كان في المدرسه او عامه في دخل في جامعه في مجال بيدرس فيه لسه الجبر، هيبقى فاكر الكلام ده، الانترسكشن واليونيون والديفرنس، وفي حاجات اكتر كمان نقدر نعملها بالست، لكن دول اللي انا حبيت اقوله لكم في الجزئيه دي. افتكروا انا مجرد بقول لكم تفهموا ايه الحاجات دي، ولما نيجي نطبق او في الاساينمنت هبقى احاول ازود موضوع ان انتوا تبحثوا عن الموضوع اكتر. انا كده كده هبعت لكم حاجات تقراوها اكتر تمام، او يعني عشان تبقوا تعرفوا الحاجات زياده انتم ممكن تعملوها. وعلى فكره البرمجه بالتجربه، مش بان انا بشرح حاجه فانتوا تاخدوها كوبي بيست كده، لا انتوا لازم تجربوا من نفسكم، تجربوا وتشوفوا ده هينفع ولا لا. يعني تعالوا نجرب حاجه
مش انا قلت لكم ان هو ما ينفعش مثلا مفيش اندكس للارقام؟ طب لو انا عملت كده وكده اهو، عملت كده، المفروض ده يطلع لي حاجه، لا يطلع ليش ايرور. مفيش object is not subscribable، يعني هي ما ينفعش ان انا اوصفها. تمام. ف ده بالنسبه للتجربه. تمام. بس ده احنا كده خلصنا الست. هل في حد واقف مع حته جزء؟ يعني حد مش فاهم اليونيون، او مش فاهم الانترسكشن، او مش فاهم الديفرنس، او مش فاهم حاجه من فوق ان وسيتس وكده؟ انا عارفه انا ما وضحتش بالظبط احنا هنستعملهم في ايه، بس زي ما قلت انا بس عايزك تعرف ان في حاجه في اللغه اسمها ست، وان احنا بنعملها كده كده، وان احنا بنطبق عليها حاجات بالطريقه المعينه دي، وان في حاجات ما نقدرش ان احنا نعملها على نوع البيانات ده. تمام. مجرد انك تعرف ان في نوع بيانات اسمه ست. طب هنستعمله في ايه وازاي؟ ده زي ما قلت في المراجعه اللي في الاخر، انا هقول لكم ازاي بنعمل كل واحده، الاختلاف بين كل واحده من كل نوع بيانات من السيكونس تايب اللي هو بكذا كذا داتا في متغير واحد، والفرق ازاي نعملهم، وفرق الاستعمالات والتطبيقات. مم. مجموعة من العناصر غير مرتبة وغير مكررة وغير قابلة للتعديل. بالظبط كده. حاضر. انا على فكرة انتوا اللي انتوا بتعملوه ده حلو جدا. انا هحاول بتاع ده اكتبه لكم تاني، يعني غير السلايد كده كده بالانجليزي. يعني هعمل لكم واحد PDF بالعربي، اكتب لكم الحاجة وشرح بالعربي كده. تمام. حاضر. مفيش مشكلة. زي مجموعة. هي متهيألي مجموعة. ماشي. حد واقف معايا حاجة في ست؟ طيب احنا كده خلصنا الست. على فكرة احنا كده خلصنا نص الحصة. نص الحصة هو بساعة. لا ان شاء الله النص التاني مش احنا، بس طولت فعلا عشان قعدت اكرر كتير. طيب احنا هنخلص عشان بجد مش عايزة اطول عليكم تاني. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الديكشنريز بصوا انا متبقي بالظبط 11 دقيقة، فاحنا هنلحق نقول حاجة كده بسيطة كده على الديكشنري. طيب ايه هي الديكشنري؟ يس. تمام. الديكشنري دلوقتي انا في حد فيكم بعت لي الواجب بطريقة حلوة جدا جدا، كنت اكتر واحدة عجباني. لما قلت اعملوا عائلة ومش عارفة ادوا لكل فرد من العائلة اسم وعمره كده، كان منظمها لي على اساس ان هو يقول لي مثلا الاب اسمه كذا وعمره كذا وكذا، بس كان خد وقت منه كود كتير وعملها بطريقة يعني خدت منه وقت. لا، انت في طريقة ممكن تعملها تانية احلى بكتير وسهلة، يعني مش تاخد وقت. بس دعوني بس اقول لكم ايه اصلا ديكشنري دي بتكون حاجة مكونة من حاجة اسمها كي وفاليو. يعني انا بص انا قعدت اهو حاططها هنا. على فكرة هي بتتعمل بنفس الطريقة، هي بتتعمل بطريقتين، يا اما بعمل الشكل الشيك بتاع الست، يا اما بعمل كده. ماشي. وزي الفانكشن زي لما كنت بعمل ست بعملها كده. تمام. طيب هوريكم مثال وهشرح لكم كل حاجه فيها ايه. تمام. انا عندي مثلا، بلاش كده، انا هسمي مثلا قدر او مريم، لا student طالبه. ماشي. عندي طالبه، هسجل النيم بتاعها، هحطه مريم، وهحط الايدج. على فكره انتوا ما كنتوش محتاجين انكم تنطوا النطه دي عادي، بس انا نطيتها عشان يبقى شكلها بس حلو. ايدج مثلا 16 مثلا. وبعد كده احط مثلا الحاجه اللي هي بتدرسها ميجر. مثلا اخليه ميديكال مثلا. احنا بنتخيل حاجات يعني ايه مش حقيقيه. ماشي. فانا ده كده انا بعمل الديكشنري. تمام. ان انا خزنت، عملت فايل اسمه student او متغير اسمه student، وحطيت فيه الاسم بتاع الطالب ده اسمه مريم، وسنه 16، والميجر بتاعه ميديكال. طب يعني ايه هستفيد ايه بالكلام ده؟ انا عندي النيم ده او الحاجه اللي هي قبل النقطتين دي اسمها كي، وهنا اسمها فاليو. كاني بحط متغيرات جوه المتغيرات في هيئه ليست. تاني، كاني بحط متغيرات جوه متغير في هيئه ليست، والمتغيرات اللي انا حطاها دي ليها علاقه بالحاجه الوحيده اللي انا حطاها. يعني مثلا مثال تاني، انا جاي اعمل فاميلي مثلا.
وعملت father الاب وحطيته اسمه كمال. وبعد كده عملت mother ام مثلا وسميتها كنزي. تمام مش مشكله طبعا. تمام وعملت برنت فاميلي. انا هنا ما ينفعش احط زيرو. انا عملت زيرو مش هيطبع لي ده كله على فكره، مش هيطلع لي father equal كمال، اللي هيطلع لي ايرور. ما ينفعش اعمل حاجه اسمها كده. بس انا ممكن اعمل حاجه تانية. father احنا هنا برضو مفيش اندكس. انا مسمياها الحاجه، انا مسميه كمال father ومسميه كنزي mother. انا مسجلها كده. طب لو انا عملت مثلا الستودنت، انا عايزه اطلع الاسم بتاعه، والله الستودنت طلع لي النيم. تمام هيطلع لي مريم. طلع لي الايج، طلع لي السن، هيطلع لي 16. ايه اللي انا عملته هنا ده؟ انا عملت الكي والفاليو بتاعه. الفاليو القيمه بتاعتها، يعني انا مخزنه او عامله مفتاح او الكلمه اللي انا ببحث بيها اسمها نيم ومخزناها بمريم. لما ارجع واعمل لكم كول تاني او يعني انا ممكن هقفل وافتحه لكم ده تاني دلوقتي قبل ما الوقت يخلص يعني. هبدا ان انا هقول لكم ازاي ان احنا ممكن نغير الكي ده، ازاي ممكن اغير القيمه بتاعه المفتاح ده اللي هو النيم، ليه بستعملها اصلا، ازاي اقدر ان انا اطلع حاجه واحده يعني اللي انا لسه بقولها لكم دلوقتي بس هشرحها لكم تاني بالتفصيل. ازاي اقدر ان انا زي ما قلت اغير، ازاي اقدر ان انا اشيل، ازاي اقدر ان انا ازود اساسا حاجه عليهم، وازاي اقدر ان انا احط ديكشنري جوه ليست. دي حاجه من تجربه كده من عندي، بس هي فعلا بتنفع يعني زي ما قلت لكم هي لغه البرمجه تجربه. وهوريها لكم وهقول لكم ازاي ان احنا نخليه يطبع لي كل حاجه موجوده. يعني مثلا انا عايزاه يطبع لي نيم ايكوال مريم، او عايزاه يطبع لي ان الستودنت اسمه بتاعه اسمه مريم والايدج بتاعته 16 ويطبعهم لي كلهم، عشان انا مش هيقدر يطبعهم لي كلهم. يعني انا ما اقدرش اعمل كده، ما اقدرش اعمل كده. هو اتوقع ان هو هيطلع لي ايرور لانها مش ليست. تمام مفيش حاجه اسمها كده سلايس، ما اقدرش ان انا سلايس. تمام طيب انا هقفل المكالمه وهبعت لكم اللينك تاني ده عشان بس ما يقطعش في نص الحصه. بس ماشي ماشي. صوت يقطع. تكشين مجموعة من العناصر المتبعة حسب مفاتيح فريدة هي قيم غير قابلة للتكرار يمكن استخدامها للوصول إلى قيم مرتبطة بها. قيم يمكن تكون أي نوع من أنواع البيانات. صح 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 كله صح. انتوا بتجيبوا الكلام ده من شات جي بي تي؟ حاساه حلو قوي يعني بترتب حلو قوي. طيب صوت بيقطع بجد. طيب انا لما اقفل معاكم هحاول اشوف حل الموضوع ده. طيب احنا قلنا كرييت بعد كده عايزين ال يعني اي حاجه. بعد كده معانا define. بعد كده تمام modifying وبعد كده الادنج. تمام عايزه لما بزود بعد كده عايزه اعمل remove، يعني adding و remove في نفس الحته. بعد كده عندنا ال exist واخر حاجه وهي dating keys. تمام وهنفهم كل حاجه حتى لو عناوين تبان مبهمه هنفهم كل حاجه. اول حاجه احنا قلنا ازاي ان احنا نقدر نكريت. هنكريت حاجه نشتغل عليها في كله. تمام هنعمل ايه؟ هنعمل student 1 و 2. تمام او هنعمل حاجتين، هنعمل يعني family و student. تمام هنعمل دلوقتي student. تمام خزنه هنعمله dictionary عادي جدا. تمام نحط له النيم زي ما احنا كنا عاملين من شويه وهنخزن النيم مثلا يوسف. تمام بعد كده هنعمل له عمر. خلينا نحط كده age مش لازم نحطها هنا بقى، ماشي خليها 23. الجامعي
طيب بعد كده عايزه ميجر، فخليه هما كده بس يعني كفايه لحد دلوقتي عشان ايه ما نطولش. ماشي طيب وعايزه اعمل حاجه بقى اسمها فاميلي برضو. فاميلي تمام، وهنحط مثلا فاذر الاب، هنديله اسم. احنا هنا مجرد ان احنا بندي اسماء، خلي بالكم. انا لو انا عايزه اعمل مثلا حاجه اسمها فاذر، ممكن هقول لكم فعلا احنا ممكن نعمل حاجه يعني دي بعدين، احنا خلينا نشتغل على ستودنت وهزود بعدين. طيب انا دلوقتي لو انا عايزه اطلع حاجه واحده من الحاجات اللي انا كاتباها دي، الاكسسنج اللي انا بطلع حاجه بس انا عايزاها، تمام، بعملها ازاي؟ يعني الغلط اللي انا ما ينفعش اعمله ان انا اعمل كده، مش حاجه اسمها كده، مش هيطبع لي نيم يوسف على طول، ده مش هيحصل، تمام، هيطلع لي ايرور. بس ايه اللي انا ممكن اعمله؟ انه والله في الستودنت ده انا عايزه تطلع لي المفتاح او الكلمه المفتاحيه اللي انا هديها لك اللي هي نيم، طلع لي النيم بتاعه اللي هو يوسف. طب طلع لي الايج مثلا، طلع لي السن بتاعه، تمام، طلع لي والله عمره 23، تمام، دي الطريقه الصحيحه. ما اقدرش ان انا اعمل له ملهاش اندكس، تمام، عشان هنا انا عامله متغير مخزنه فيه حاجه، انا معايا مفتاح او مسميه البيانات دي باسم معين، مخزناه باسماء معينه، تمام. ده يعني انا هنا ده اسمه كي وده اسمه فاليو، كي وفاليو، تمام. طيب وهنا عرفنا الاكسسنج ازاي بطلع الحاجه الواحده. طب تعالوا نجرب، انا هل انا اقدر ان انا اعمل student اعمل مثلا 23 ايرور؟ ازاي؟ انا ما عنديش مفتاح اسمه او كي اسمه 23، انا عندي كي اسمه ايج. 23 دي القيمه اللي انا مخزناها في البتاع ده، في المفتاح اللي اسمه ايج، تمام، دي قيمه مش اسم، ده مش اسم، دي مجرد الحاجات اللي انا مسمياها اساسا. طب الموديفاينج لو انا عايزه مثلا اعدل على حاجه، تمام، مجرد ان انا بعمل مثلا student، انا اكتشفت بعد ما انا سجلته 23 سنه ان هو اصلا طلع 20، فانا بعمل student، باجي هنا بعمل الايج، هعيد اضافه قيمتها واخليها 20. فلما اجي اعمل برنت، لما اجي اعمل برنت ايج student وهنا ايج، هيطلع لي 20 بدل 23. هيطلع لي في الاول 23، انا كنت لسه ما حدثتش اي حاجه. يعني هو الكمبيوتر بيقرا ازاي؟ بيقرا من فوق من فوق من فوق من فوق لتحت، فهو لحد هنا انا كانت ب 23. طيب لو هو كمل لتحت، لو هو قرا من فوق من فوق من فوق لتحت، ايه ده انا هنا خليتها 20 فبقت تحت 20. فاهمين الحته دي؟ الاكسسنج، قصدي الموديفاينج اللي انا بعدل. حد مش فاهمها؟ هل حد مش فاهمها؟ طيب ده بالنسبه للموديفاينج ان انا بعدل، بقى مجرد ان انا بعدل. طب لو انا عايزه ازود بقى، عايزه ازود حاجه، بعمل ايه؟ بصوا، ببدا عادي جدا برضو student، وهبدا اعمل حاجه اسمها مثلا هضيف حاجه انا كده بحط له، حط لي كي اسمه ميجر وسجله لي مثلا بميديكال، هو بيدرس مجال طبي. فلما اجي اعمل لي برنت student ميجر، المفروض يطلع ميديكال مع انه ما كانش موجود فوق، تمام، ما كانش موجود فوق، بس هو برضو اتطبع وطلع لي عادي، عشان انا على الطريقه كده انا عملت له انا زودت له حاجه. طب لو انا عايزه اشيل منه حاجه، اشيل منه حاجه دلوقتي، مثلا انا عايزه اشيل النيم مثلا، تمام، عايزه اشيل الاسم، عايزاه يطلع لي الايدج بس وكده. يعني انا لو جيت قلت له طلع لي الايدج النيم هيطلع لي غلط، هعمل ديليت student، تمام كده، شلت الاسم، ما بقيتش عايزه، انا مجرد عايزه اعرف ان في الجامعه عندي طلاب عندها كام سنه وعندها الشغل، عندها المجالات اللي هي بتدرسها. عملت برنت نيم، تطلع لي ايرور. ايه ده ستودنت نيم، ليه ايرور؟
عشان انا مفيش كي اسمه نيم اهو، كي ايرور. الايرور هنا المشكله في الكي، انا مش مسجله او مش مسميه حاجه اسمها نيم اساسا عشان شلتها فوق. مع بس لو انا جيت وشلت دي مثلا، شلتها خلاص، شلت الديليت، انا ما مسحتش اي حاجه، هيشتغل لي عادي جدا وهيسميه لي يوسف. ده معناه ان انا فعلا مسحت حاجه اسمها كي. فانا كده انا قلت لكم ازاي نعمل كرييت وازاي نعمل اكسس ونموديفاي ونحط ونشيل. طيب انا قلت لكم ازاي نحط ونشيل. دلوقتي لو انا عايزه اتاكد ان في حاجه معينه موجوده، ازاي بتاكد ان في حاجه معينه موجوده؟ انا بس عشان مش عايزاكم تلخبطوا، انا هخلي كل دول بس اسمه ايه، اسمه احنا ممكن نعمل حاجه تانية. تمام، انا بس هنسيبهم عادي. تمام ماشي، هنسيبهم عادي، بس نشيل بس حته الديليت عشان ايه، طلع لي شير. طيب لو انا عايزه اتاكد ان في حاجه موجوده، نفتكر تاني. انا عايزه هنزلها لكم تحت بس عشان ايه تبقى قدامنا. تمام، مش محتاجين حاجات الفوق دي. تمام تمام. انا لو عايزه اتاكد ان في حاجه موجوده عندي في الديكشنري، تمام، هبدا ان انا الديكشنري قدامي اهي، عندي نيم يوسف وايج 23. تمام. طيب انا عايزه اتاكد هل موجود فيها مثلا الايج، هل هي موجود فيها؟ عادي جدا، هعمل برنت ايج ان ستودنت، نفس اللي كنا بنعمله قبل كده، ان ستودنت، يطلع لي ترو. طب هل ميجر موجوده؟ هل ميجر موجوده؟ لا مفيش، انا مش مسميها حاجه ميجر. طب لو انا جيت وزودتها دلوقتي، عملت هنا ميجر، ميجر، وضفته مثلا، عملت مفتاح اسمه ميجر او الاسم اسمه ميجر، وحطيت فيها قيمه مثلا وعملتها برضو ميديكال مثلا، هل هيطلع لي ساعتها؟ هيطلع لي ترو. انت عندك اهو. طيب ده احنا بالنسبه اهو، انا عايزه اتاكد الحاجه موجوده ولا لا. طيب لو انا عايزاه يطلع لي كله بقى، عايزاه يطلع لي كل حاجه موجوده اساسا، كل حاجه موجوده، ازاي اخليه يعمل كده؟ ريتنج كيس سهل جدا. هبدا، بس هي بص هي شويه تلخبط، انا هكتبها واشرح لكم كل حاجه فيها. تمام. فور كي وفاليو، زي ما قلت لكم، الكي اللي هو الاسم والفاليو القيمه، يعني ده الاسم بالنسبه لي ودي القيمه بتاعته. هنا مسميه الميجر الاسم اهو، حاطه فيه القيمه بتاعته ميديكال، يعني انا هو في او خلينا الايدج ده اسم، وحاطه هنا فعلا السن في 23 القيمه بتاعته. يعني ايه انت ايه سنك؟ 23. تمام، ما ينفعش اسال انت ايه 23، اقول له سنك. فاهمين انت؟ طيب 4 كي وفاليو ان student دوت ايتمز كده نقطتين، برنت كي وفاليو. يعني ايه؟ انا دلوقتي زي ما قلت لكم في عندي كي وفاليو، فبيقول لك فور يعني لكل كي وفاليو ان موجوده في الستودنت ايتمز اللي هي كل الحاجات دي، ايتمز يعني كل الحاجات دي، اطبع لي الكي والفاليو. تمام، يعني ايه التاني بالراحه؟ فور لكل كي وفاليو يعني النيم واليوسف، تمام، الفاليو اللي هو يوسف، تمام، القيمه بتاعت النيم يوسف، جوه الستودنت ايتمز يعني ده وده 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 وده، هم ده كي وده فاليو، ده كي وده فاليو، ده كي وده فاليو. تمام. في الايتمز بقى اللي هم الثلاثه دول كلهم، اطبع لي كي وفاليو يعني اطبعهم لي كلهم. فهتبقى اهو، استنى بس الكلام من دي، طبع لي اهو نيم يوسف، ايج 23، ميجر ميديكال، طبعهم لي الاثنين. بس خلي بالك احنا قبل كده كنا لما بنبقى عايزين مثلا نطبع نطلع القيمه بس، كنا بنعمل ايه؟ برنت ستودنت نيم، طلع لي يوسف بس، طلع لي يوسف. وهنا تحت بقى لا، قايل لي النيم هو يوسف والايج 23 والميجر ميديكال. انا كده شرحت كل حاجه في الديكشنري، وهوريكم مثال تاني. بس هل في حد مش فاهمه؟ هل حد ما فهمش اي نقطه من النقط اللي انا اتكلمت عليها في جزء الديكشنري؟ طب في اي حد عنده تجربه عايز يجربها؟ اي تجربه؟ طب انا هديكوا اخر مثال، وبعد كده هبدا
اوريكم حاجه شويه لفه، بس هي فعلا حلوه يعني. اللي هو يتقال عليها انا جربت. احنا هنسيب دي عشان دي احنا هنجرب عليها حاجه كمان تانية. تمام. طيب انا دلوقتي عندي فاميلي هعملها other. ماشي ولا حد سأل؟ سؤال تحفه، ده اللي انا كنت عايزاه، ده اللي دي التجارب اللي انا كنت هجربها معاكم اساسا. فاحنا هنعمل واحده اهو هنجرب عليها التجارب. ماشي. عندي father الاب وهسميه خالد. تمام. وعندي mother الام هسميها، اسمها ايه؟ اسمها هند. 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 وعندي مثلا sister وهسميها علي. تمام. تمام. انا احنا قلنا عايزين نجرب نحط جواها ليست. طيب اول حاجه بس انا عايزه اعرف هل ازاي اقدر ان انا اعمل الموضوع ده، ان انا اعمل print family 0. انا ما اقدرش اعمل كده. انا ما اقدرش ان انا اعمل كده، ما اقدرش ان انا اخليه يطبع لي كل ده مره واحده، الا في حاله ان انا عملت ابديت للمعلومات او مش عارفه اقول طورت من المعلومات او حدثت من المعلومات وخليتها ليست. وخليتها ليست. تمام. فلما اجي اعملها هيطلع لي اول حاجه كلها. تعالي اتفضل بس اهو تحت. تمام. هيطلع لي فاضل بس. فاهمين؟ طلع لي الزيرو اول حاجه بس موجوده فيه. طيب فاهمين الحته دي؟ وطلع لي هنا الكي، ما طلعليش اللي هو تاني حاجه هنا. احنا خلي بالكم لو عملناها 1 مش هيطلع لي خالد، هيطلع لي مother. بيطلع لي هنا الكي مش بيطلع لي فاليو، بيطلع لي father ومother وسيستر. عملت هنا 2 هيطلع لي سيستر، بس مش هيطلع لي هند وخالد وعلي. لو انا عايزه هند وخالد وعلي اعمل ايه؟ نيجي ان انا print اعمل ايه مثلا father، المفروض يطلع لي بتاع ده. ما ينفعش عشان محولها ليست اساسا. كده هيطلع لي خالد. لو عملتها mother هتبقى هند، ولو عملتها sister هتبقى علي. تمام. ماشي. get default update key ترجع قائمة مفاتيح. صح 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 صح. بجد حلو أوي، حلو جدا. ممكن نجرب اللي هو قايل عليه. مثلا اهو هنيجي هنا فككم من دول خلاص خلاص خلاص. نيجي هنا مثلا او مثلا طلع لنا فعلا get، طلع لنا father. او ممكن نعملها كده، بدل ما نحط get لا نعمل كده ونعمل father على طول، هيطلع لنا خالد برضو. تمام. دي حاجة. ممكن ان احنا نجرب حاجة تانية اللي هو قال عليها. قال ايه؟ كيز مثلا يقول لي كل المفاتيح الموجودة كيز. ماشي. عندك ايوه فاذر وماذر سيستر، طلع لي كل اللي في الاول دول. طب لو انا عايزه الفاليوز طلع لي خالد وهند وعليا. تمام. حلو جدا. هو ده اللي انا عايزاكم تعملوه، هو ده اللي انا عايزاكم تعملوه. ادخلوا ودوروا وجربوا لوحدكم، انا مش لازم انا اجرب. بجد الموضوع هيبقى حلو ان هو طلع كذا، ده انا اعرف مش عارفه ايه اللي يفرق واحد عن واحد. هستفاد من الكورس قد ايه بالتجربه بتاعته، بالتجارب بتاعته في اللغه. طيب احنا كده، احنا لو حد عنده اي سؤال لو سمحت، او عنده عايزنا نجرب اي حاجه يبعتها لي، بس انا هجربها في اخر الحصه عشان ايه مش عايزه يطول الحصه وتبقى ساعتين. تمام. طيب احنا هندخل دلوقتي في حاجه اسمها comparison. انا اسفه لحظه افتح حالا. ويت اهو. اتفضلي. انهي جمله؟ حاضر مفيش مشكله حالا. حاضر. لا يعني على ايه يعني؟ طيب انا دلوقتي لو عايزه اخليه يطبع لي father
يبقى خالد، mother هند، sister عالية. فهعملها ايه؟ for لكل value لكل key و value in family. value key اللي هي انا مسميه دي value ومسميه دي key، مسميه father key ومسميه خالد value in family dot items اللي هو الحاجات اللي موجوده فيها، او اللي هو الفاذر والخالد وكده، كل الحاجات اللي موجوده فيها لكل مفتاح اللي هو فاذر وماذر وسيستر وكده، وكل قيمه للمفتاح ده خالد وهند وعاليه. print q value. يعني بس اشتغل وهوريها لكم دلوقتي. انا زي ما قلت احنا في الديكشنري ازاي بنعملها، خليني اعملها لكم بكومنت. الكمبيوتر بيقراها ازاي؟ حرفيا بيقرا ان انا عندي داتا تايب اسمها ديكشنري، تمام، بيقراها كده ديكت، وبعد كده بيبقى قارئ ان هو كده، وبيبقى ان هنا في كي، وبعد كده في بعد النقطتين في فاليو. بيقراها كده ايا كان عدد الحاجات اللي انت خزنتها، بيبقى حاطط كي بعد كده حاطط لك فاليو، كي فاليو كي وفاليو. هو مفكرها كده. فهو بيقول لك لكل كي، لكل مفتاح موجود فاذر وماذر وسيستر، ليه قيمه اسمها، ليه اي كانت القيمه اللي انا حطاها خالد او هند او عاليه، جوه او فور لكل كي فاليو ان جوه او في الفاميلي ايتمز اللي هي الحاجات اللي موجوده جواها. اطبع لي كي والفاليو، اطبعهم لي اصلا، اطبعهم لي كلهم. طب تعالوا نجرب حاجه تانية. لو انا عارفه انهم اسمهم كي وفاليو، بس لو انا حبيت اغيرهم مثلا، انا عن نفسي غيرت الاسم، خليتها سميتها اي وكي، خليت ان الفاذر والماذر والسيستر اسمهم اي، وخالد وهند وعاليه كي، تمام. فخليت هنا اطبع لي اي وكي. انا كده غيرت متغير، انا قصدي خليت ليهم متغير يعني. بصوا هيطبعوا لي نفس الحاجه برضه. ازاي؟ طيب انا سميت اول حاجه قبل النقطتين اي اللي هي مسمينها كي، وتاني حاجه بعد النقطتين كي انا مسمياها كي اللي هي المفروض فاليو، تمام. بس بشرط اللي انا هكتبه هنا هيبقى هو المكتوب هنا. يعني انا لو جيت هنا وعملت كي وفاليو على ايرور، ايه كي وفاليو ده؟ انت مش مخزن حاجه اسمها كي فاليو، is not defined. انت مش محدد لي حاجه اسمها كي وفاليو. بس انا هنا كاني عملت متغير اسمه اي في كل الحاجات اللي موجوده قبل النقطتين، في فاذر وماذر وسيستر، وعملت متغير اسمه كي في كل الحاجات اللي موجوده بعد النقطتين خالد وهند وعلي. هل الجزء ده وصل؟ طيب مراجعة سريعة. عندنا الليست، تمام. الليست اللي هي أنا بستعمل لها كده، اللي أنا بتبقى شكلها كده، ببقى حاطة سكوير براكت أو أقواس مربعة. ده الليست. الليست هي النوع البيانات الوحيد اللي فيهم كلهم اللي بستعمل فيها أقواس مربعة، تمام. ده بالنسبة للليست. طيب أنا دلوقتي هشرح لكم الأشكال الأول. طيب بالنسبة للتيوبلز اللي هو بيبقى ليها أقواس مدورة عادي جدا، برضو الوحيدة اللي بيبقى فيها أقواس مدورة، تمام. طيب بالنسبة للأري هنا احنا بنعملها بطريقتين. أول حاجة احنا بحاجتين. أول حاجة احنا بنحتاج إن احنا نعمل import لموديول اسمه numpy، تمام. وبعد كده بنبدأ إن احنا بنضيف الاتنين مع بعض، بنعمل أقواس مدورة مع أقواس مربعة. يعني بنعمل numpy دوت array وبعد كده بنفتح، يعني بصوا بنفتح فانكشن اسمه array، بنفتحه كده، بعد كده بنخزن فيه بقى جواه ليست، تمام. فبنحول الليست لاري. فبنستعمل الحاجتين، بنستعمل اقواس مربعه واقواس مدوره عادي. طيب بعد كده عندنا احنا قلنا اهو الليست والتيوبلز والاري. عندنا الست هنا لازما الحاجتين اللي جوه دول يبقوا يعني لو حتى شبه بعض بيشيل الحاجات اللي شبه بعض، وزي ما قلت بيبقى من غير الترتيب. وهنا عندها اللي هي اقواس الفخمه دي اللي هي موجه، تمام. وفي الديكشنري هي برضو اقواس موجه، لكن بنخزن فيها زي مفاتيح وقيم، الكي والفاليوز اكس، وبعد كده نقطتين، بعد كده بنحط القيمه، تمام. طيب ايه الفرق بينهم؟ بصوا اهي الحته اللي انا قلت لكم عملتها هي موجوده هنا اهي، بس لما نجي لها بقى بصوا الليست. ايه العمليات الحسابيه اللي انا اقدر اعملها؟ اولا انا ما اقدرش ان انا اعمل عمليه حسابيه زائد وناقص وملتبلاي وكده، لا، بس اقدر ان انا احط
اضيفهم على بعض، اضيفهم مش اعمل لهم عمليه حسابيه، بضيفهم على بعض. انما التيوبلز وهنا وفي الليست اقدر ان انا اغير، اتلاعب، ممكن اغير حاجه من البيانات الموجوده، ممكن ان انا ازود، ممكن ان انا اشيل، ممكن ان انا اطلع كل حاجه ليها اندكس بتاعها. يعني هنا 0 وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3. طب التيوبلز هنا في 0 و1 و2 و3 برضو، بس انا ولا ينفع اشيل ولا ينفع ازود ولا ينفع اغير. تمام. انا اول ما بحط الحاجه ما ينفعش اغيرها تاني. طب في الاري انا عادي ممكن اغير وممكن اشيل وممكن ازود عادي جدا، وهنا برضو هنا 0 وهنا 1 وهنا 2 وهنا 3. بس هنا لو انا عملت زائد انا مش بضمهم لبعض، انا بعمل عمليه حسابيه. يعني انا لو عندي كان هنا ارقام 0 1 2 3 وضفتها على واحده فيها 0 1 2 3 هيعملها لي بلس 0 0 0 1 و1 2 2 و2 4 3 و3 و6 وهكذا. طيب بالنسبه للست انا ما عنديش اندكس، ولا عندي 0 ولا عندي 1 ولا عندي 2 ولا عندي 3 ولا عندي 4. ما عنديش الموضوع ده. على فكره انا هاخد لكم الصفحه دي سكرين شوت وابعتها لكم على الجروب برضه، وهحطها لكم في البي دي اف، هشرح هعمل فيه كل الحاجات اللي احنا خدناها لحد دلوقتي. تمام. وكل شويه هزود هعدل عليه، يعني هيبقى في لينك في الدرايف، هيبقى البي دي اف في الدرايف. تمام. طيب ماشي. في الست ايه تاني؟ انا الحاجات ما ينفعش تتكرر مرتين. يعني انا حاطه هنا دعاء مرتين. تمام. لما تطبع هتبقى عاليه دعاء خالد وعمر، بس دي مش هتبقى موجوده ومش بنفس الترتيب زي ما قلت، ملهاش ترتيب. بس هنا ده لازم ترتيب وده لازم ترتيب وده لازم ترتيب عشان في اندكس، في هنا 0 1 و2 و3. طيب ديكشنري هنا انا زي ما قلت في كي وفاليو عندي مفتاح وبحط له قيم. تمام. النيم خالد، ايج انت مش عارفه كام، ميجر دكتور. تمام. لا هي المفروض ميديكال، يعني ده هنا جوب، مش مشكله. بس وهنا برضو مفيش اندكس، مفيش ترتيب. انا هنا بختار بالحاجه اللي انا عايزاها. تمام. بس هو ده الاختلاف. في حد عايز يعرف الاختلاف تاني او يفهمها اكتر يعني؟ اي حد مش فاهمها؟ انا كده كده تاني هبعتها، وهيبقى في بقى بالعربي كمان شرح كده تحت، يمكن كذا وما ينفعش كذا وينفع كذا. ماشي. طيب اوكي. هنبدأ بآخر حتة، دي بقى اللي مش هتاخد 5 دقايق. هي دي اللي الحتة اللي انا كنت ما قلتهاش. هنا الكومباريزن اوبريتور يعني، بس عايزاكم تعرفوا ده، بس ده اللي انا عايزاكم تعرفوه، هبعتها لكم. اللي هو ايكوال وايكوال ده معناها ان هما المتغير ده قد نفس المتغير ده. هنا not equal، هنا smaller than، هنا greater than. هنا ممكن يبقى smaller than او equal، يعني ممكن يبقى قد او اصغر منه، وهنا ممكن يبقى اكبر او قده. انا ليه بعرفكم الكلام ده دلوقتي؟ بس مجرد ان انا عايزاكم تفهموه او تبقوا عارفين شكله عشان لما نيجي نستعمله في الحصه اللي جايه. احنا كده خلصنا الحصه. انا عايزه بس اقول لكم بتاع ده، بس الحصص الواجبات بقى. بس المهم الحته دي انا هبعتها لكم بس احفظوا الشكل. انا مش عايزاكم تعرفوا ازاي هنستخدمها ولا ازاي هنطبقها ولا هتبقى عامله ازاي، بس مجرد ان انا عايزاكم تعرفوا ازاي الكمبيوتر بيفهمها ايه لو احنا كتبناها بطريقه معينه. يعني انا لو عايزه اعمل مثلا صفر بيساوي صفر، انا مجرد ان انا بعمل ايكوال مره واحده، بس هو في الكمبيوتر لا، انا لازم أنا اعملها مرتين. طب لو انا هعملها مش لا يساوي، المفروض بعملها كده وببقى شاطبه عليها شطبه كده خفيفه. لا هنا بعمل علامه تعجب بعدين كده. وعادي احنا الكمبيوتر بيفهم زي ما احنا بنفهم سمولر والجريتر ذان، والسمولر ذان اور ايكوال احنا بنعملها ان هو نفس العلامه بس تحتها بيبقى فيه علامه كمان. لا هنا هو بيفهمها بالطريقه دي. في حد عنده مشكله ان هو يحفظ الكلام ده؟ احنا عشان الحصه الجايه هقول لكم، احنا الحصه الجايه هناخد ان شاء الله باذن الله، هنبدا في الاف ستيتمنت والوايل لوب، وكده هنخلص الكنترول فلو عشان نبدا ان احنا نعمل بيهم فانكشنز. انا ما اعرفش ادخل لكم في الفانكشنز غير لما ناخد الاثنين دول، عشان دول مهمين جدا جدا. أنا كل اللي انا كنت بقوله لكم من شويه ده مجرد ان بعرفكم اللغه مكونه من ايه. دلوقتي هنبدا في الجد بقى، ازاي نلعب بيهم بقى. تمام. انا في حته بس عايزه اقولها لكم. هنا بصوا بس الحته دي، بصوا انا عندي هنا مش انا عامله فاميلي، استنوا فين، هنا مش انا عامله هنا فاذر وماذر، بس خلي بالكم هنا عشان بس الحته دي انتوا هتستعملوها في الواجب لو اخترتوا الاولانيه. فاذر
ومدياله اسم خالد وايج 48 وميجر ميديكال. تمام، طبي ميديكال. طيب والمذر والله انا مديها اسم اسمها عاليه وسنها 43 والميجر بتاعها التدريس. تمام، وانا عملت ليست حطيت فيها ديكشنري. انا عامله ليست حاطه فيها ديكشنري ديكت 1 وديكت 2. تمام، فانا كده حطيتهم في الليست. فانا عملت برنت اول واحده يعني الفاذر، انا هنا بشتغل على الفاذر، وجيت النيم يعني هات لي اسم الفاذر، فلما اجي اشغلها هيطلع لي خالد. تمام، طب لو انا عايزه المذر اللي هي 1 اللي هيبقى الاندكس بتاعها 2 وعايزه مثلا الايج بتاعها هيطلع لي 43. تاني الحته دي في حد تايه فيها. انا هنا مجرد ان انا استنى عشان بس ايه السوشيال الكلام ده كله. انا هنا حطيت ديكشنري جوه ليست وطلعت منها حاجات، يعني انا لو انا كنت عملتها كده اهو بس فاميلي زيرو المفروض هيطلع لي كل اللي موجود في المذر. المفروض يطلع لي كل اللي موجود في المذر اهو، النيم عاليه ايج مش عارفه ايه. طب لو انا عايزاه يطلع لي حاجه واحده بس هدوس جيت وبعد كده هقول له نيم، طلع لي النيم بس، هيطلع لي عاليه. تمام، وزي حد مش فاهمه كده كده هيتبعت كده كوبي بيست كده، هبعته لكم عشان تبقى الشكل قدامكم لو حبيتوا ترجعوا تراجعوه يعني. طيب بقى الواجب الاسايمنت اللي قلت لكم عليه اللي انا كنت عايزه اعمله، اللي انا عايزاكم تعملوه، عايزاكم تعملوا لي فاميلي. تمام، تمام، انا عايزاكم تعملوا لي عيله، والعيله دي المفروض ان العيله دي يكون فيها 6 اشخاص. تمام، 6 اشخاص دول انا عايزاكم تعملوا لي يعني بصوا زي ما انا عملت هنا فاذر، وحطيت في الفاذر مش عارفه الفاذر حطيت له اسم وشغل وكده. انا عملت فاذر اهو نيم وايج وميجر، وماذر نيم وايج وميجر. عايزاكم تعملوا لي سيستر كمان ومش عارفه ايه، تعملوا مثلا ام واب مثلا و4 عيال مثلا، ده اللي انا عايزاه. المفروض تطلعوا لي من كل واحد حاجات بقى، عايز تطلعوا لي العمر، عايزين تطلعوا لي الشغلانه، اي حاجه. زي هنا حطيتها في ليست، عملت الفاذر النيم بتاعه والايج والميجر، بعد كده المذر الام عملتها اسمها علياء عمرها 43، الميجر تيتشنج تعليم. بعد كده عملت اصلا فاميلي، سميت حاجه اسمها فاميلي وعملتها ليست وحطيت فيها الفاذر ده كله وحطيت فيها المذر ده كله. تمام، انا عايزاكم تعملوا 6 بقى، تبقوا حاطين هنا 6 فاذر ماذر سيستر سيستر مثلا براذر براذر. ماشي، وبعد كده تطلعوا لي مثلا الايج او تطلعوا لي اللي انتوا عايزينه، او عايزاكم تعملوا لي ايه، عارفين اللي هي الاتريت اللي هو انا خليتكم تعملوها دي، اللي هي بتاعت فور هي value in father مثلا items اطبع لي الكي والفاليو. تمام، فالمفروض يطبع لي نيم خالد ايج مش عارفه كام وكذا مثلا. انا عايزاكم مثلا تطبعوا لي كله. ماشي، تطبعوا لي فاهمين انتوا، يعني تبقوا عارضينها لي بشكل حلو. تمام، وعايزاكم برضه انا عايزه بس كله برضه يقول لي رايه في موضوع الواجبات، هل هو حاسس فعلا ان هو يستفيد ولا او مجرد انكم شايفين انكم عايزين انا بس عايزها، انا دلوقتي مشغول اساسا، انا مش عايزاها تبقى صعبه. انا عايزه بس افهم انهي احسن ليكم، انها تبقى صعبه فعلا ولا عايزينها سهله، انا عايزه اطبق بس اللي انا عاملاه وخلاص وانتوا هتجربوا لوحدكم. تمام، ولا انتوا عايزين تبقوا مجبرين ان في حد فعلا يشغلكم. طيب الواجب انا هبعته بالتفصيل، انا هاخد لكم سكرين شوت بعد ما اقفل، انا هعمل لكم الكلام ده تاني، هاخد لكم سكرين شوت على مثال وهبعته لكم، وهبعت لكم ريكورد وبقول لكم فيه المفروض اللي انتوا تعملوه تاني، يعني غير اللي انا في الحصه عشان اللي ما حضرش. تمام، طيب انا عايزه اشغل لك المايك يا رودين. حاضر، مفيش مشكله.
اللي عايز يتكلم اتفضل. اتفضل. حتة الايه؟ اه الكومباريزون، حاضر حاضر. طيب هيكون في دكتور لو الواجب فيه اشياء جديدة. طيب. طيب انا فعلا الناس وهي كانت بتبعت لي الواجب هي بتقول هو ممتع وحلو وهو سهل، او الناس بتقول انا مش حاسس ان انا بيضاف لي حاجة. انا هلاقي حل للموضوع ده. انا ممكن اعمل لكم حاجتين. انا هديكوا واجب وده الاساسي اللي انتوا لازم تعملوه، اللي هو اقل حاجه انكم تعملوه، تمام. اللي عايز يعمله هو بس خلاص انت كده يعتبر خلصت وعملت اللي عليك. اللي عايز يزود انا هقول لكم ايه الزيادات اللي انتوا ممكن تزودوها فعلا وتغلطوا وتجربوا. فده هيبقى حلو للناس اللي عايزه تجرب وتغلط وتبعت لي انا ليه ده غلط وليه مش غلط، والناس اللي هي فعلا مضغوطه انا عايزه استفيد بس اللي هو ايه، انا عايزه استفيد بس برضو مش رفاهيه عندي ان انا اكتر في الحاجه، او انا ممكن الاقي نفسي اتلخبط. ماشي انا هرتبها كويس ان شاء الله وهبعت لكم اي تحديث يعني يحصل. تمام. هل انا عايزه اشرحها لك بس بصي يا رودينا، هشرحها لك دلوقتي بسرعه. يا الله يا الله ماشي جوجل سلايد. اتفضل بنتكلم. لو حد عايز يسال سؤال وانا بشتغل انا فاتحه لكم المايك عادي. بصي يا رودينا، موضوع الكومباريزون ده انا مجرد بس عايزاكي تعرفي. انا دلوقتي عندي الايكوال، لو انا عايزه اعمل ايكوال عادي في الطبيعي كبشري في الماث او في الرياضه انا بعملها ايكوال واحده. لا بس في الكمبيوتر عشان يفهمها انا لازم اعمل ايكوال. تمام. طيب يعني انا لو انا بعمل كده انا كده بخزن حاجه. لو انا عملتها الكمبيوتر هيفهمها ان انا بخزن حاجه. بس انا مش عايزه اخزن حاجه، انا عايزه اقول له ان هي، انا اسفه جدا، انها بتساوي حاجه. تمام. طيب تحت، طيب انا عايزه اقول انها مش بتساوي، فهتبقى كده. بصوا والله صدقني هنفهمها اكتر لما نشتغل بيها في الاف ستيتمنت وفي الوايل لوب. عشان هي اصلا لكده انا بس عايزاكم تعرفوا ان في حاجه اشكال شكلها كده. هي ولا انتوا هتحتاجوا انكم تبقوا عارفينها عشان الاساينمنت، ولا هتحتاجوا انكم تحفظوها دلوقتي، انتوا كده كده هتلاقوا انتوا بتشتغل حفظتوها. تمام. مجرد عايزاكم تعرفوا الشكل بتاعها، وان الكمبيوتر في حاجه في اسمها هو بيفهمها، بيفهم حاجات بطريقه مختلفه عنها. تمام. زي ما قلت لكم انا هبعت لكم التدريبات، هخلصها ناقص بس هزود سؤالين هبعتها لكم. عايزاكم تحلوها وتقولوا لي انتوا جبتوا قد ايه، وتقولوا لي انتوا غلطتوا في ايه. وقبل يوم السبت، قبل يوم السبت او ليه قبل يوم السبت، بكره ان شاء الله هبعت لكم الفيديو وانا بحلها، بس حاولوا تحلوها انتوا اول باول دلوقتي النهارده. ماشي. حد عنده اي سؤال تاني؟ اي سؤال، اي تعليق بقى على الحصه؟ حاسين ان هي طويله صح؟ ساعتين كتير. بس والله يعني انا عاملاها ساعتين عشان هي بقت حصه واحده في الاسبوع بدل اتنين. لو حد عنده اي تعليق والله العظيم بجد انا باخد الحاجه والله بحاول اطور الموضوع. وعلى فكرة شغلكم كان حلو جدًا في الواجبات، هو فعلًا اتأخّر وأغلبكم على فكرة ما حدّش يحس بالذنب، أنتم ما فيش حد بعتها بدري، هو كلّه كان فعلًا بعتها يا قبل وقت التسليم بساعات أو قبليها بيوم، فهو ما فيش مشكلة، أنا ما عنديش مانع والله ما فيش مشكلة. ولو بعتّوا قبل موعد التسليم تسألوا على حاجة وأنا كنت نايمة، ما فيش مشكلة هاعتبر إنكم سلّمتوا ما فيش مشكلة. بس لأ أنتم عملتوا شغل حلو أوي وأنا بجد فرحانة إنكم كمّلتوا لحد يعني وخلّصتوا الحاجة حصتين أهو ورا بعض، حاجة حلوة جدًا. طيب أكيد ما فيش حد واقف معايا حاجة، لو حد وقف معايا أي حاجة ممكن يتواصل معايا بقى على تليجرام، أنا فاتحة هناك. بس كده يا شباب، إلى اللقاء، أشوفكم في الحصة يوم التاني الجاي.